السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة طبعا كلنا بنحبها، هي البامية مع الملوخية والمكرونة أو الرز بشعرية حسب ما بتحبوا. قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. هنا معانا اللحمة، أنا بسلقها هنا طبعا في حاطة لها طماطماية وبصلاية وجزراية. ومعانا هنا حلة هحط فيها معلقة من السمنة هحط كمان معلقة من الثوم المفروم وقرن فلفل، وهبدأ بقى إني أحمر التومة مع الفلفلاية ديت. طبعا اللي بيحب الفلفل الحامي هيحط فلفل حامي، بتدي طعم يعني أحسن وأحسن. هنقلب كده. قبل ما بعمل طبعا الحاجات ديت بكون غاسله الباميه كويس جدا ومنشفاها ومقمعاها اهي زي ما انتم شايفين كده، انا غسلاها ومنشفاها ومقمعاها. هنزل بيها بقى مع الثوم، انا مش بخدع ولا بعمل اي حاجه، هي كده بتبقى طعمها جميل جدا. بنزل كله مع بعضه يعني من غير ما اخدع، يعني زي ما انتم شايفين نقلبها شويه كده مع الثوم، بشوحها شويه. بكون بقى مصفيه طماطم وانزل بيها، اسيبها شويه بقى ايه تتخدع شويه وبعدين ارجع اوريها لكم. اهي كده هحط شويه سكر، شويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود. طبعا السكر علشان الحموضه بتاعت الصلصه. انزل بقى باللحمه، يعني اخد بس غلوه للباميه وبعدين انزل باللحمه مع الباميه تكمل السوا معاها. احط كبشتين شوربه كده واقلبها واسيبها على نار هاديه. هنا بقى معايا حله فيها معلقه سمنه، وادي ايه كيس مكرونه هنحمره بقى. علشان اخد مكرونه لونها حلو يبقى لازم احمر المكرونه، ما اسيبهاش وامشي، يعني افضل احمر فيها على طول، ما اسيبش المعلقه، يعني على نار وسط وافضل اقلب على طول علشان اخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا كلنا بنحبه. لكن لو سبتها ورحت وعملت هلاقي واحده حمراء وواحده بيضة، يعني مش هيبقى كله حلو. زي ما انتم شايفين كده اللون جميل. لما بتوصل بقى للدرجه ديت بكون عامله طماطمايه مصفياها، حط عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. بنزل بيها بقى بعد ما المكرونه تتحمر كده، اديها تقليبه كده واجهز بقى الشوربه اللي ايه هسقي بيها. شايفين اللون بتاع المكرونه؟ مفيش واحده لون وواحده لون، كله لون واحد. علشان كده لازم ايه ما ادينا فيها على طول علشان ما تتحرقش مننا. وهنعمل بقى مع بعض شويه ملوخيه. هنا عندنا الشوربه، حط عليها رشه من السكر زي ما انتم شايفين، وشويه من الثوم الني المفروم، ومرق الدجاج. لما تغلي بهدي النار خالص وبجيب الملوخية، طبعا بكون خرطاها منشفاها وخرطاها، وبنزل بيها بقى على الشوربة بالكبشة بقى، وأبدأ ايه زي ما انتم شايفين كده، يعني ما يكونش فيها كتل يعني اهرسها شوية، أبدأ مش بقى اهرسها يعني بالكبشة كده واقلب واخليها حلوة، يعني علشان ما يبقاش فيها كتل زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، علشان تدينا يعني العرق بتاع الملوخية نفسه. انا بعد ما الشوربة بتغلي لازم اهدي النار خالص وانزل بالملوخية واقلب التقليب ده. بعدها بقى بسيبها يدوب بس تبدأ تغلي من حرف الحلة كده، هتشوفوا دلوقتي دي يدوب زي كده بس، واقفل عليها النار. احط تومة، شوية من التومة على حتة سمنة صغيرة، مكترش سمنة للملوخية، واحمرها زي ما انتم شايفين كده. يعني بالطريقة ديت. دلوقتي لو انا بحب الكزبرة بحط حبة من الكزبرة، انا الحقيقة ما كانش عندي فما حطيتش لان ايه ما كانش عندي، فطبعا رشة الكزبرة بتدي طعم حلو جدا.
وبنزل بيها بقى على الملوخية. وده شكل الأكل بتاعنا النهاردة. يا رب يعجبكم وتجربوه، وبتمنى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك ان شاء الله. و آه، بتمنى تجربوا ان شاء الله، يعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.